بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي وأخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى موضوع الحلقة اليوم مما جاء في كتاب الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه وارضاه، وهو سؤال سأله له تلميذه العارف بالله الشيخ أحمد ابن مبارك السلجماسي اللمطي، وهو فقيه مالكي تتلمذ على يد العارف بالله تعالى سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه وارضاه. وهذا السؤال هو: لماذا لا يهلك أهل التصرف الكفار بالرغم من كفرهم وعبادتهم غير الله عز وجل؟ ولكن قبل ما نبدأ في هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الشيخ أحمد بن مبارك جمع كلام شيخه سيدي عبد العزيز الدباغ في كتاب سماه الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. يقول المؤلف الشيخ أحمد بن مبارك: وسألته ذات يوم، أي سأل سيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه وأرضاه، إن أهل التصرف رضي الله عنهم أجمعين لهم القدرة على إهلاك الكفرة أينما كان، فما بالهم تركوهم مع كفرهم وعبادتهم غير الله عز وجل؟ ومن كان بهذه الصفة فهلاكه واجب. سيدي عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه وقد تحول وجهه إلى خلف ثم رده. يقدر الولي في هذه اللحظة على إهلاك هذا البر كله. وقع ذلك إذ حضر بين معركة بين المسلمين والكفار، يحرم عليه أن يتصرف في الكفر بشيء من ذلك السر، وإنما يقاتلهم بما جرت به عادة القتال من ضرب بسيف أو طعنة برمح ونحو ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله عنه. ولقد التقت سفينة للمسلمين وكان فيها وليان من أولياء الله عز وجل مع سفينة للكفار، فلما حمي بينهما القتال قام أحد الوليين وكان صغيرا فتصرف في السفينة بذلك السر، فانطلقت النار في سفينة الكفرة وهم يرون، ولم يصدر منه سبب عادي يستر به تصرفه، وإنما احترقت السفينة بلا سبب. لما فعل ذلك الولي ما فعل، سلبه الولي الآخر الذي كان معه وكان أكبر منه عقوبة على ما فعل رضي الله عنه. وإنما لم يجز التصرف في الكفرة دمرهم الله بذلك السر، لأن صاحب السر في تلك الحالة خارج في الحقيقة عن عالم البشر والتحق بعالم آخر. وكما لا يجوز لعالم الملائكة مثلا أن يتصرفوا فيهم بما تطيقه قوتهم، كذلك لا يؤثر صاحب السر أن يتصرف فيهم بقوته، بمعنى أنه لا يجوز لصاحب السر أن يتصرف فيهم بقوته، بل تجري لهم على يديه الأمور التي بها بقاؤهم ودوام معيشتهم، كما أن عليهم حفظة من الملائكة يدبرون أمورهم منذ نشأوا إلى أن ينقرضوا. وبالجملة
فالكفرة دمرهم الله من عالم البشر، فلا يستعمل معهم في قتالهم وهلاكهم إلا ما هو عادة في عالم البشر لا غير. والله أعلم. هذا وبالله التوفيق. وإذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك وتفعيل زر الإشعار. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.